السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدنا الدرس الثاني اللي هو بعنوان مظاهر سطح مصر. ايه مظاهر سطح مصر؟ هقول لك يعني شكل الارض اللي احنا عايشين عليها في مصر. في مناطق في مصر لو مشيت هتلاقي حاجة مرتفعة وليها بوز من فوق طويل. ايه ده الجبل. لو مشيت شوية ممكن الاقي برضو نفس الارتفاع بس اقل ارتفاع، او نفس المنظر بس اقل ارتفاع، ده اسمه تل. مشيت شوية كمان لقيت حاجة مرتفعة كبيرة بس سطحها مستوي، ده هضبة. حوالين نهر النيل هلاقي سهول فيضية، بجانب البحر المتوسط والبحر الأحمر هلاقي سهول ساحلية، غير الوديان، غير المنخفضات. طيب انا عندي الحاجات دي كلها في مصر. طب كده معنى كلامي ان المظاهر السطح متنوعة ولا نوع واحد؟ قال لي مظاهر سطح يعني شكل سطح الارض دي متنوعة. طب انا لو جابلي في الامتحان ده اللي تتنوع مظاهر السطح الموجودة في مصر، هقول له حيث يجري بها نهر النيل وعلى جانبيه سهول فيضية، ويوجد بها صحراء شاسعة وجبال شاهقة ومناظر طبيعية خلابة بتجذب السياح وتنشط السياحة. طيب أنا عندي مظاهر السطح دي بتوع الدراسات بيسموها إيه؟ بيسموها تضاريس. مصر كلها بتنقسم ل4 وحدات تضاريسية. طيب يا ترى إيه هي؟ عندي دلتا النيل ووادي النيل ومنخفض الفيوم، دي أصغر الوحدات التضاريسية. عندي كمان الصحراء الغربية، عندي الصحراء الغربية دي أكبر الوحدات التضاريسية. عندي كمان الصحراء الشرقية، عندي كمان شبه جزيرة سيناء. فأنا عندي 4 وحدات تضاريسية، هي إيه؟ وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم، صحراء غربية، صحراء شرقية، وشبه جزيرة سيناء. معنى كلامي ده إن أرض مصر معظمها أرض صحراوية ولا أرض زراعية؟ لأ، أرض مصر معظمها أرض صحراوية. طيب يلا بينا نتكلم عن أول حاجة وادي النيل ودلتا النيل ومنخفض الفيوم، ولازم نعرف ان ال3 على بعض هما اصغر الوحدات المصرية او اصغر الوحدات التضاريسية الموجودة في مصر. طب ايه اهم ما يميزهم؟ ان الاتنين بيتميزوا بوجود تربة خصبة ومية عذبة. يلا بينا نتكلم اول حاجة عن ايه؟ عن دلتا النيل. دلتا النيل على شكل مثلث، دلتا النيل على شكل مثلث اللي كونها نهر النيل عن طريق ترسيب الطمي عند المصب. ايه ده؟ ما انا هقولك نهر النيل بينبع من الجنوب وبيصب في الشمال في البحر المتوسط. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان دلتا نهر النيل دي النيل ما بيجيش في وايده فاضية، النيل كريم بيجي في ايده المية وكمان الطمي ده بيترسب عند المصب. ايه هو الطمي؟ اللي هي حتة الطين السمراء اللي انا بزرع فيها وباكل منها. طيب الطمي ده بيترسب فين؟ عند المصب اللي هو عند البحر المتوسط، عند الدلتا بتاعت النيل. فدلتا النيل على شكل مثلث وهي أرض خصبة اتكونت بسبب ترسب نهر النيل الطمي عند المصب. خلي بالك دلتا النيل دي لوحدها موجود فيها نص الأرض الزراعية أو نص مساحة الأرض الزراعية اللي موجودة في مصر. تاني حاجة عندنا وهو وادي النيل. مال وادي النيل؟ موجود فين؟ على جانبي نهر النيل. طب هو بيجي منين لفين؟ من الحدود الجنوبية لمصر حتى محافظة القاهرة أو مدينة القاهرة أو القاهرة بس. يبقى وادي النيل بيمتد منين؟ من الحدود الجنوبية لمصر حتى القاهرة. عندي كمان منخفض الفيوم. ماله منخفض الفيوم؟ خلي بالك منخفض الفيوم ده موجود في الصحراء الغربية.
لكن على الرغم من ان هو موجود في الصحراء الغربية لكن ارضه زراعية. طب ازاي يا مس؟ على الرغم وقوع منخفض الفيوم في الصحراء الغربية لكن ارضه زراعية، لان مية نهر النيل والطمي بتاعه بتوصل له عن طريق ترعة اسمها ترعة بحر يوسف. كمان في حاجة، المصريين زمان هم اللي عرفوا من الزراعة، ولما عرفوا من الزراعة واستنوا المحاصيل الزراعية بتاعتهم واستنوا الزراعة بتاعتهم عشان تطلع، فعرفوا الاستقرار. ولما استقروا ترتب على كده قيام الحضارة المصرية. الحضارة زي ايه بقى؟ بنوا الأهرامات وبنوا أبو الهول وبنوا المعابد والمسلات وغيره كتير، وتقدموا طبعا في الطب والفلك والحساب والهندسة وغيره. بعد كده